اللهم يا من أقسمت بالليالي العشر أدخلها علينا آمنين سالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اول يوم ذي الحجة. الايام الحلوة الجميلة دي عايزين نستغلها احسن استغلال، صلاة وصيام وطبعا ذكر وعبادة، ونحاول ان احنا كده نطلع منها مستفيدين منها اكبر استفادة. وان شاء الله يجي علينا العيد الاضحى كلنا نكون في سعادة وفي صحة يا رب، ومحدش يكون في اي حاجة تعباه او مزعلة ابدا. النهاردة بقى هقضي معاكم كده روتين اول يوم في أيام الصيام وكمان في الأجازة. كل الناس بتحب الأجازة وكل الناس بتفرح جدا في الأجازة، وإن شاء الله كده ربنا يكمل فرحتكم بنجاح أولادكم جميعا، وإن شاء الله تطلع النتيجة تكون حلوة قوي على كل الناس وكل الناس تتبسط وتفرح بيها يا رب. بدأت كده يومي إن أنا نزلت، كان عندي مشوار لازم أنزله الصبح، فصراحة ما كانش ينفع يتأجل خالص، والحمد لله اليوم ده يعني الجو لحد ما كان كويس، ما كانش حر قوي، لأن كان من يومين كده عدى علينا يومين صراحة صعبين جدا، كان الجو صعب قوي قوي بالنهار. المهم خلصت وروحت البيت، كان عندي كده كام حاجة سريعة اعملها. بصراحة ما صورتهاش معاكم بس انجزتها كده بسرعة، وقلت احضر معاكم الاكل. النهاردة كنت هعمل صينية مكرونة بالبشاميل بالفراخ. انا من الناس صراحة اللي بتعشق المكرونة بالبشاميل بالفراخ اكتر من ان انا اكلها باللحمة يعني العصاج يعني، بحبها قوي بالفراخ. وكمان بصوا انا هنا كنت مطلعة دي قشطة انا بحوشها من وش اللبن، بحوشها كده في الفريزر وبحطها على البشاميل. بصراحة بتخلي البشاميل في حتة تانية، لان انا بعمل البشاميل بلبن وبزود له شوية شوربة. لما بحط بقى الشوربة عشان ما تغيرليش طعم البشاميل او تخلي نكهته مثلا فيها طعم شوربة كده، لا بزود له بقى حتة اللي هي القشطة دي، بتخلي الطعم تحفة. وكمان لو عندكم جبنة مثلثات يعني تحطي كده مثلث او اتنين، بتخليه برضو طعم البشاميل غني جدا، ويعني تحس انه طعم البشاميل كده مركز. سمعتوا بقى الصوت ده؟ اهم صوت لازم اسمعه لما اكون بعمل فراخ او لحمه، لازم تاخد كده صدمه على النار. الاول بكون مسخنه الطاسه كويس، حاطه فيها قطعه زبده ومعاها نقطتين 3 زيت او حته سمنه ومعاها برضو زيت، وبنزل بالفراخ. الفراخ بكون مقطعه كده قطع صغيره، البانيه ده بقطعه قطع عشوائيه عادي، مش قطعه مش تقطيعه معينه يعني، مربعات، حاجات طويله شويه عادي مش هتفرق خالص، لان انا هحطها في البشاميل في المكرونه، يعني مش لازم شكلها يكون متناسق قوي يعني عادي مش تفرق. وبكون متبلاها مثلا بقبلها كده بكام ساعه بشويه بهارات، مش بحط لها بتتبيله بصل او حاجه، لا بهارات، ملح فلفل اسمر بصل بودر توم بودر بهارات فراخ كاري، كزبره ناشفه، الحاجات دي كلها، ممكن كمان شويه شطه. وبسيبها شويه تتبل كده في البهارات دي، وبعدين بحطها على النار طبعا، وبعدين بنزل عليها بالبصل. ما بعرفش ابدا احط البصل الاول بعدين احط عليه الفراخ او اللحمه، لازم الاول اللحوم تاخد صدمه على النار وبعدين احط عليها البصل، واسيبها بقى طبعا اهدي عليها النار تستوي مع نفسها. وفي الاخر ممكن احط طماطمايه او طماطميتين، ممكن قرنين فلفل كده، بحس انها بتديها قيمه غذائيه اعلى، وكمان بتكون متحبشه كده بيكون طعمها حلو. سبت الفراخ على النار بقى تستوي براحتها، وكمان كان البشاميل اللي عندي جاهز وبقت كويس. انا بحط شويه بشاميل على المكرونه بحيث انها تفك من نفسها كده شويه، لان طبعا المكرونه بتاعت البشاميل مش بنغسلها عشان النشا ما ينزلش منها، فبتكون مسكت في نفسها كده لما بتبرد. فبحط شويه بشاميل من السخن واقلبها فيها وتفك من نفسها، وبحط كمان شويه بشاميل في الصينيه من تحت، طبقه كده من تحت قبل ما احط المكرونه. تمام كده. دي ما تخليش المكرونه تلزق ولا تخلي مكرونه كده تبقى لازقه في الصينيه من تحت، لا بتخليها طبقه كده من تحت، تيجي تطلعي قطعه المكرونه بتبقى طالعه كده ماسكه نفسها، لان هي من تحت فيها طبقه عازلاها عن الصينيه. عايزه اقول لكم ان انا جربت في المكرونه بشاميل صواني كتير، سواء تيفال سيراميك جرانيت، كمان البايركس. عايزه اقول لكم احلى صينيه للمكرونه البشاميل الصينيه الالومنيوم، بصراحه تحفه كتسويه، كتوزيع حراره، بجد بتبقى حلوه قوي قوي الصواني الالومنيوم في المكرونه البشاميل، حلوه قوي خطيره. زي ما انتم شايفين كده حطيت الاول نص كميه المكرونه اللي عندي طبقه كده من تحت وسويتها كويس قوي. عايزه اقول لكم ان انا بسويها كويس بحيث ان هي ما تكونش مثلا حته عاليه وحته اقل شويه، تبقى المكرونه كلها متساويه، بحيث ان انا لما بعمل حاجه وتطلع مظبوطه هي بتبقى طعمها حلو وشكلها حلو وتفتح النفس على الاكل بصراحه. مش شقلب وقلب كده زي ما ناس كتير بتعمل اي حاجه وخلاص، لا انا بحب اعمل حاجه تبقى حاجه صح. فحطيت كمان طبقه كده في النص بقى طبقه الفراخ اهي زي ما انتوا شايفين، حطيت كمان عليها في الاخر طماطمايه. بصراحه تحفه، انا بعشق الفراخ بالطريقه دي، يعني هي منها شاورما او مش شاورما او فراخ كده بالبصل يعني ايا كان.
من اهم الحاجات اللي بتفرق جدا في طعم المكرونه بالبشاميل طبقه البشاميل اللي بتتحط في النص، بتخلي البشاميل كده متجانس في المكرونه كلها، ما تبقاش البشاميل بس من على الوش وتحت تحس ان المكرونه كده مسلوقه عاديه والبشاميل من فوق. لا، احنا الاول حطينا بشاميل في الصينيه من تحت، حطينا بشاميل في المكرونه نفسها قلبناها، وكمان بحط بشاميل فوق طبقه الفراخ او اللحمه اللي هي الطبقه اللي في النص، بحط عليها طبقه بشاميل، بغطيها بشاميل خالص، يعني مش مثلا نقطتين كده في النص، لا، باحط كده أكني باحط على الصينية من فوق. تمام. دي بتفرق جدا في الطعم والله العظيم، جربوها هتفرق معاكم قوي. بعدين بحط بقى الطبقة التانية اهو من المكرونة، وبحط فوق بقى خالص البشاميل الباقي بتاعي. عشان كده من برضو من اهم اسرار ان البشاميل اللي معاكي يبقى حلو كده وجوسي وطعمه لذيذ واي حد ياكله من ايدك يعجبه قوي، ان البشاميل يكون كتير، لان احنا بنحط بشاميل في كل حتة، تحت في المكرونة في النص من فوق، اللي هو احنا بنغرقها بالبشاميل. كمان انا من الناس اللي بتحب تاكل المكرونه بالبشاميل وهي لسه سخنه، يعني في ناس تقول لك استني تبرد عشان تعرفي تقطعيها وتبقى القطعه ماسكه نفسها وكده، لا انا ما بحبهاش تمسك نفسها بصراحه، انا بحبها تبقى مفروله كده وسايحه ونايحه في نفسها، بتبقى حلوه قوي قوي وهي سخنه كده والبشاميل اللي فيها سخن، بتبقى حاجه تحفه. مش اي حد بيحبها كده، بس بصراحه بتبقى ليها طعم تاني خالص غير لما تبرد. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده انا بحط باقي البشاميل اللي هو من فوق، بحاول ان انا اغطي الصينيه خالص، ما تكونش طالعه ولا حته مكرونه صغيره باينه، لا تبقى كلها متغطيه بيها. وفي الاخر كمان هفضي كده الحله كلها، اظبطها عليها كلها. في ناس بقى بعد ما بتحط طبقه البشاميل اللي فوق بتدخلها الفرن على كده، في ناس بتحط بيضه، في ناس بتحط جبنه موتزاريلا، انا بحط بيضايه، يعني بضرب بيضايه كده بره، يعني بكون ضربها كده كويس، وشويه فلفل اسمر لازم جدا عشان طبعا ما يكونش في اي ريحه زفاره خالص. وكمان بحط حته سمنه صغيره خالص، حته زبده يعني صغيره خالص على الوش، كمان بتخلي المكرونه البشاميل والله خطيره، خطيره بجد بمعنى كلمه خطيره. بصوا بقى ده شكلها كده قبل ما تدخل الفرن، البشاميل كده على الوش والبيضه وقطعه الزبده، حلو قوي. حابين تحطوا جبنه موتزاريلا تمام، مش حابين براحتكم، انا بصراحه ما بحبش الجبنه الموتزاريلا عليها من فوق. هدخلها الفرن بقى على درجه حراره كده تكون عاليه شويه، وهسيبها شويه، ولما الاقي الحروف بتاعتها بدات ان هي تاخد لون، يبقى كده ان هي من تحت استوت، هشغل بقى عليها الشوايه تاخد وش من فوق، وبتبقى حلو قوي الوش اللي احنا عملناه بالبيض والبشاميل والقطعه الزبده، بيخليه حلو قوي من فوق. انا على طول مش هستنى، هقطعها على طول، لان انا زي ما قلت لكم ان انا بحب اكلها سخنه، مش هستنى خالص، فهقطعها واطلع كده منها واكل منها على طول. عايزه اقول لكم ان انا مش بعمل اي حاجه خالص جنب المكرونه بالبشاميل، بناكلها كده، يعني مش بعمل جنبها لحوم او فراخ او اي حاجه تاني، هي يعني بستكفى باللحوم او الفراخ اللي فيها وخلاص على كده. كمان الجلاش برضو بيبقى باللحمه او بالفراخ، برضو مش بعمل جنبه حاجه، بحط مثلا جنبه مخلل او عصير، انا بحب قوي عصير، يعني عصير اي حاجه موجوده في البيت بقى، برتقان ليمون جوافه، اي عصير في البيت عادي ممكن اعمله جنب المكرونه بالبشاميل او جنب الجلاش، بيبقى حلو قوي. وكمان يعني اكتر حاجه بعشقها جنب الحاجات دي برضو الفلفل الحامي، اي حاجه سبايسي كده، ان انا بعشق الاكل السبايسي، فبحط فلفل حامي كده جنبه ومع كوبايه عصير، حلو قوي على كده. طبعا الحاجات دي بتبقى اذواق، الاكل اذواق عامه، يعني كل واحد بقى بيحب اللي هو عايزه، في ناس ما بتعرفش تاكل مكرونه بشاميل مثلا غير جنبها بانيه، جنبها مثلا اي حاجه كده من اللحوم اللي هي مثلا متحمره وكده، فكل واحد طبعا حسب ما هو بيحب، هو الاذواق في الاول وفي الاخر. بس اهم حاجه ان المكرونه بشاميل الناس اللي بتاكلها وهي بارده جربوها وهي سخنه، بجد هتعشقوها وهي سخنه. بس ده كان شكلها كده بعد ما انا قطعتها وحطيتها كده في الطبق. بصوا يعني بصوا البشاميل اللي هو سايح كده والمكرونه سخنه، وتحس ان هي سايحه في نفسها كده، بصراحه بتبقى تحفه. يا رب يكون شكل المكرونه بشاميل عجبتكم النهارده، ويكون الفيديو كله عجبكم وكان خفيف كده ولطيف عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه، وان شاء الله استنوني كده بفيديوهات جايه، اعمل لكم فيديوهات حلوه اول الفتره الجايه ان شاء الله. واي حاجه عايزين تكتبوها في الكومنتات قولوها لي وان شاء الله اعملها لكم. استنوني بقى في فيديو جديد، ويا رب يكون يومكم جميل النهارده. مع السلامه يا حلوين، كل سنه وانتم طيبين.